السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهاتنا، وان شاء الله احنا بنجهز حاليا مجموعه شباب اللي ورايا دول يا جماعه. دي مجموعه شباب كده لسه مطلعينهم زغاليل عمر شهر وشهر ونص بالكتير. بنجهزهم ان شاء الله عشان خاطر هيفضلوا معانا كأمهات في المزرعه. التجهيز بتاعنا طبعا انا ديت اول مرحله في التجهيزات. بنبدا معاه زي ما اتكلمت قبل كده في الفيديو قبل كده، بنبدا مع الحمام كله بجرعه وقايه من كل حاجه. تمام. اول حاجه كده لازم نبدا بيها يا جماعه المضاد الحيوي. ما تخليش المضاد الحيوي في الاخر. ديت معلومه انا حبيت اقولها للناس، ما تخليش المضاد الحيوي في الاخر. ابدا بالمضاد الحيوي. ليه؟ لان المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا النافعه، بيقتل البكتيريا الضاره عند الحمام، فلازم تبدا بيه الاول وبعدين تدخل بقى بعد كده في الفيتامينات والحاجات دي كلها. فانا دلوقتي هنبدا مع بعض جرعه 3 ايام مضاد حيوي اسمه دوكسي، او اي مضاد حيوي واسع المجال بتاع السالمونيلا والامراض البكتيريه وبتاع الامراض التنفسيه. 3 ايام كوقايه. تمام. هقول لكم على الجرعه وهوريكم الشغل، وبعد كده هنشوف اللي جاي بعد كده ايه، وتابعونا ان شاء الله كل يوم في جديد. ده يا جماعه الدوكسي فارما كل دوكسي. ده بودر. تمام. نص جرام على لتر الميه زي ما انتم شايفين كده، لونها اصفر اهي. انا حطيت الجرعه نص جرام على لتر ميه لمده 3 ايام كوقايه. كوقايه يا جماعه. ماشي. بعد كده ان شاء الله نخلص ال3 ايام ونرجع نتكلم تاني في اللي بعد كده. طبعا يا جماعه احنا عطينا في المرحله الاولى دوكسي للحمام ده طبات الشباب 3 ايام. حاليا احنا هنريح النهارده وبكره يومين ميه نظيفه. تمام. زي ما انتم شايفين كده الميه دي كلها ميه نظيفه النهارده وبكره، وان شاء الله ارجع لكم بالبرنامج اللي بعد كده. يا صباح الفل عليكم. في الاول كده كل سنه وانتم طيبين. النهارده 1/1/2021. يا رب تكون سنه سعيده عليكم ان شاء الله. احنا كده خلصنا 3 ايام دوكسي مضاد حيوي. تمام. النهارده ان شاء الله هوريكم فيتامينات. ده امينو فيت اهو. ده امينو فيت. طبعا في مجموعه عناصر زي ما انتم شايفين كده اهي اهي، كلها مجموعه عناصر يا جماعه تحفه. تمام. هندي الزغاليل اللي ورايا دي كلها انتوا شايفينها دي كلها يا جماعه اهي. 5 عشش دول زغاليل. طبعا ايه احنا عطيناهم 3 ايام دوكسي، بعدين ريحنا يومين حطينا فيهم الخلطه اللي انا عملتها في فيديو قبل كده. بعدين النهارده هنبدا معاهم 3 ايام امينو فيت. ده طبعا رافع مناعه، مجموعه املاح معدنيه، مجموعه احماض امينيه، فيتامين ب، مجموعه فيتامين ب بالكامل موجوده فيه، فيتامين د 3 موجود فيه. في حاجات كتير. تمام. في حاجات كتير. طيب الجرعه بتاعته قد ايه؟ الجرعه بتاعته على كل 5 لتر ميه 1.5 سنتي من الامينو فيت. 3 ايام ورا بعض. هوريكم دلوقتي احنا هنحط ايه وهنعمل ايه. ده طبعا اللي احنا بنشتغل بيه. تمام. ده يعتبر 12 لتر. 12 لتر. هو احنا قلنا على كل 5 لتر ميه هنحط 1.5 سنتي، يعني ال10 لتر عليهم 3 سنتي. واخد انا كمان يعتبر اقل من نص، اقل من ايه، من 1 سنتي على ال2 لتر تانيين. هنفضيهم كده اهو. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده اللون اتغير اهوت معانا. طبعا هو بيكون لونه اسود بس لما بينزل في الميه بيصفر كده. تمام. وهنمسق ان شاء الله. طبعا محضرين السقايات اهيت، طبعا سقايات يدوي. ليه؟ عشان خاطر احنا بنتحكم في الحمام زي ما انا قلت قبل كده. لو انتوا فاكرين كلامي قبل كده قلت الحمام الزغاليل يا جماعه بتكون ليها معامله خاصه
في الاكل والشرب والادويه والفيتامينات والحاجات ديت، عشان خاطر تشد حيلها معانا يعني. تمام. يبقى احنا خصصنا لهم سقايات مانيوال زي دي كده، يدوي اهي، كلها جاهزه اهي، مغسوله ومتنضفه، طبعا بتتغسل كل يوم مرتين يا جماعه. ماشي. وان شاء الله هنحط الدواء 3 ايام، وبعد ال3 ايام باذن الله تعالى هنحط لهم 3 ايام مضاد كنكر. مضاد كنكر يا جماعه. ليه مضاد كنكر؟ عشان خاطر الزغاليل في العمر ده بيجي لها بتصاب بالكنكر بسرعه، فاحنا عاوزين نعمل وقايه 3 ايام مضاد كنكر. يبقى احنا كده يا جماعه عطينا في البدايه خالص 3 ايام دوكسي. تمام. بعد كده عطيناهم يومين خلطه اللي هي التوم والخل التفاح اللي انا شرحتها قبل كده، كنت مديهم منها برضو. النهارده ان شاء الله هديهم 3 ايام فيتامين، بعدها هفوت يومين ميه نظيفه، وبعد كده هديهم 3 ايام كانكيل بلس 40%، ده مضاد للكنكر اتكلمت عنه قبل كده. بعد ما نخلص الجرعات دي كلها والشغل اللي احنا عملناه ده كله يا جماعه، خلاص كده هنبدا نتابع بقى الزغاليل نفسها، نشوف الزبله ايه نظامها، الزرق بتاعه ايه نظامه، الوضع ايه، لو جه مطره مثلا نديهم فيتامينات كمان، رافع مناعه كده، ونبدا نمشي معاهم خطوه بخطوه. الزغاليل دي يا جماعه لازم نتعامل معاها كده، عشان خاطر مناعتها ضعيفه. مناعه الحمام الصغير ده لسه بيصاصي اهوت، سامعين صوته، مناعته ضعيفه، فلازم نتعامل معاه بالمنظر ده. ما يتعاملش زي معامله الحمام الكبير. تمام. ما يتعاملش معامله الحمام الكبير. طبعا الحمام الكبير طبعا احنا بنهتم بيه، ده اساسي، بس الحمام الكبير بيستحمل شويه عن الزغاليل الصغيره. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.